اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست يا انا عامل ايه. معاكم الحسن رمل، وانا هنا بريكورد في دهب. عارف ان ده ممكن يكون، هو مش ممكن، هو دي حاجه غريبه. اتمنى ما تبقوش منزعجين بالفانيلا اللي لابسها والشورت المايو يعني وفي خادي. أم، حبيت اعمل الحلقه دي عشان هي حاجه عايز اتكلم فيها بقالي كتير، والحلقه عن الوحده دي ممكن يبقى حاجه حلوه جدا، حاجه وحشه جدا. وعنوان الحلقة، وانا هحاول انزل الحلقة دي مش عايز اعمل اي اديتس، متغطش هتبقى حلقة طويلة. عنوان الحلقة If you have yourself you're never alone. لو تمتلك نفسك عمرك ما تكون لوحدك. انا قررت اسافر دهب لوحدي، سولو تريب، لكذا سبب. منهم ان انا باي ذا واي بشرب موهيتو، وقعت على نفسي موهيتو. انا صوتي بقى كويس، مش عارف الموج كده ايه النظام. اخ، اعتقد هاخد تان حلو بعد لما اكون ريكوردد الحلقة. سافرت دهب عشان عايز اسافر، بس السفريات مع صحابي مش راضية تظبط، كل شوية تبوظ. كذا فريند جروب كمان، هاشتاج مقصودة، وانتوا فاهم، وانتوا عارفين نفسكم كويس. آم، وتاني سبب ان انا حاسس ان انا I'm losing myself شوية، حاسس ان انا مش كويس، وحسيت انه مفيش حد هيلحقني غيري. هاشتاج الحلقة اللي فاتت، انت الوحيدة اللي تقدر تنقذ نفسك، محدش جاي ينقذك. الحاجات دي مش بقولها حكم وبس، حاجات literally انا going through it I'm realizing، فبحاول اطبقها. وعشان محدش هينقذني غيري، وحاولت كذا ميثود عشان انقذ نفسي، بس مش جايبين نتيجة قوي، مش جايبين نتيجة اللي انا عايزها. فقلت ما اعمل حاجة بقالي كتير عايز اعملها، الا وهي ان انا اسافر لوحدي دهب بالذات، عشان روحتها مرة حبيتها جدا، وجت انسباير باي شخصين نعمل الموضوع ده. صديقي حسن ايمن اللي عملت معاه حلقة بودكاست، اتوقع تنزل قبل الحلقة دي، وفي واحد بعجلة بس المزيكا بيها استنى عادي عشان صوت، وواحد شفته على تيك توك طلع لي فور بيج سولو تريب برضو دهب، بس تسلق جبل سانت كاترين. دي حاجة حسيتها جامدة فشخ وعايز اعملها، وان شاء الله اعملها السفرية دي، لسه مش عارف يعني، بس انا هنا اوريدي. فالاتنين دول حسسوني انه ليه خايف تسافر لوحدك والناس بتعملها، هما والاجانب وغيرهم و ليها فوائد، تتبسط. برضه نفس الولد اللي بعجلة مزيكا بأمريك دلوقتي، مش عارف سامعين ولا لأ، بس عشان انا مش كويس، فاحسن من ان انا اباد رات في البيت، might as well اباد رات في حتة تانية. لا بصر، might as well اسافر. كنت سنة خايف متوتر، وانا هكلمكم اكتر عن الاكسبيرينس يعني. النهارده اول يوم يعني، فلسه ما لحقتش اخد اكسبيرينس، بس اكلمكم عنها برضو. في ناس بتتفرج عليا وكاني مجنون عشان بكلم نفسي، بس قشطه يعني، مجنون بقى كتير. اول يوم ليا كنت حاسس ان انا متوتر خايف، feeling lonely. بالعكس، انا اول لما وصلت دهب، وصلت معلش اكسنت اسكندرانية طلعت، حسيت بصوت مش طبيعي، ويمكن عشان شمام ريحة الحشيش في كل حتة. بس اول حاجة عملتها دخلت الأوضة، غيرت بس المايو، جرت عجلة، لففت الممشى بالعجلة وبسطت، وبقى كتير جدا ركبت العجلة وعايز اركب عجلة بقى كتير، فده بحد ذاته كان حاجة فن. لقيت بيتش ملائب، انتوا فاهمين قصدي. وقمت نزلت البيتش،
من غير ما اجس الميه، من غير اي حاجه. قلعت طبعا لابس مايو يعني، نزلت الميه حلوه ساقعه بس in the nice kind. بس طلبت عصير برتقال ولففت بالعجله تاني ورجعت الاوضه. ده بارت 1 من اليوم. انبساط مش طبيعي. ما حسيتش اللي فهمته الثانيه ان انا لوحدي. احنا ليه مش بنعمل كده اكتر؟ ليه لو عايزين نسافر بنضطر نستنى خلق الله كلهم يبقوا فاضيين، ولو مش فاضيين مودنا بيتعكر. looking back كمية المرات اللي كنت سافرت لوحدي فيها عشان سفرية باظت بدل لما اكنسلها. اوف. so for day 1 وبعدها رحت عملت لستة المطاعم اللي عايز اكل منها في دهب. رحت دهب قبل كده بس تقريبا ما اكلتش في اي حاجة معروفة، فجبت الليستة اللي هي الفشيخة المتينة العريضة وكلت في اول واحد already كينج تشيكن. اكشلي فرايد تشيكن فشيخة بجد يعني. او انا حد بعشق كنتاكي وشايفه رقم واحد، فده بالنسبة لي مش كنتاكي بس كفرايد تشيكن نمبر 1. مفيش حاجة اكلتها احلى منه. ولا بقى حد يقول لي كانزاس فرايد تشيكن ولا بازوكا ولا بازلوكا، هو كينج تشيكن. وكام 3 قطع 160 جنيه الشروكس الجنزبيل. بقيت فود بلوجر عنده اكتئاب وسافر دهب لوحده. عندي اكتيفيتيز كتير عايز اعملها في دهب، واللذيذ مش عارف هرجع امتى. جايب اللابتوب معايا بحيث ان اشتغل هنا. هرجع لما ازهق او لما ابقى متضايق قوي، بس لو ده ما حصلش which is so far no اي sign ان هو يحصل، يعني هرجع لما فلوسي تخلص بقى. يعني ممكن افضل هنا حبة حلوين. فهنرجع لتوبك الحلقة. لو ما انت عندك نفسك عمرك هتكون لوحدك. انا كنت اوقات بحس ان لوحدي وانا وسط ناس، وانا في ريليشن شيب، وانا مع ماي بارتنر، وانا مع كذا حد. النهارده مش حاسس بكده even though انا تكنيكلي دلوقتي، بس I don't feel lonely. عارفين الفرق بين alone و lonely؟ انا دلوقتي alone بس مش شرط اكون lonely. ممكن ابقى مع حد فمش alone بس ابقى lonely. سبحان الله. ما عنديش حكمة معينة عايز اقولها من الحلقة دي غير انه سافروا لوحدكم او اعملوا اي حاجة لوحدكم. بس انا اوريدي متعود في القاهرة ان مثلا اروح سينما لوحدي، اكل لوحدي، فده مش حاجة جديدة بالنسبة لي. بس ان انا اسافر دي اللي هي الجديدة. بس احتسي بق من المحيط. انتوا بصيني في المحيط عامة. حاسس ان هيجيلي. انا ما حطيتش سان سكرين خالص. لسعة شمس بنت حرام. البتاع اصلا انا مش عارف البطارية بتاعته كام. انا كل ده روم مش هعدت اي حاجة واخلي حلقة مثلا رباعي بالكتير. ابقى انا 8 دقايق و15% بطارية، ربع ساعة واقفل الحلقة. حلو قوي على كده. نرجع لمرجوع الحلقة برضو. نرجع لمرجوعنا. عارفين ممكن ما يبقاش قوي مرجوعنا بس يعني حاجة عايز اتكلم عليها برضو. اتس اوكي ان احنا نغلط. ليه بنفشخ نفسنا ان احنا غلطنا؟ عشان وده هقول لكم ليه علاقته بالحلقة. عشان في الاخر بيزيد الاحساس. نغلط فنحس ان احنا الناس وحشة، فنبعد عن الناس اللي حوالينا، فنحس ان احنا لونلي. عادي يا معلم تغلط. وطبعا يعني غلط بغلط يفرق، بس honestly ايه اكبر غلط ممكن حد يعمله في حق حد؟ يعني اكبر غلط في حقك انت تعمله. انا مش بتكلم على الدين يعني عشان محدش يقول لي انك تقتل حد مثلا. مش بتكلم على كده. انك تغلط في حقك، حق نفسك اوحش بكتير من انك تغلط في حق حد. عشان مش عارف اكشلي عشان ايه ليه، بس ممكن الناس ممكن يريكفر اسهل من. طبعا مش بقولك عامل نفسك حلو ده يشمل الناس، مش ده اللي بقوله برضه. انا عايز انترفيو حد اللي هو عايز يجرب بودكاست، اللي هو انه قاعدين كده ويقول لحد بيتمشى عايز نريكورد ابيسود مع بعض. حاجه احاول اعملها. عايز اعمل سيريز زي كده قوي. واكشلي اوري عندي الفكره في كل حاجه. مهم الناس عادي ان الناس تشوفك وحش، انت مش ملاك. و انا بعاني من المشكله دي قوي. مش بحب حد يشوفني وحش خالص. مش بحب ابقى سيء في قصه احدهم.
عشان جاني حاسس ان انا انسان كويس وما عنديش بيف مع حد، ما عنديش مشاكل مع حد، فببقى مش عايز حد ياخد مني موقف، عشان يا اما مش قصدي، يا اما سوء تفاهم، يا اما في حاجه. ف بس the fact is هنكون ناس وحشه في قصه احدهم مهما عملنا. وببقى نفسي approve them wrong، اللي هو لا انا مش وحش والله، انا ما كانش قصدي تحسوا بكده، انا بعمل كذا كذا، كان اسبابي كذا كذا. بس مهما قلت هتبقى بدي excuses او انا superficial او مش عارف ايه. هما بالنسبه لهم انت شخص وحش، that's okay. مش هتعرف ترضي الناس كلها، مش هتعرف تبقى هيسخبق كويس مع الناس كلها مهما حاولنا. وعشان كده انا شايفه حاجه ممكن تكون بارادوكسك شويه، احنا اخطأنا يت احنا مش اخطأنا. حد هيقول لي حسن انت بتتفزلك بتتحنيك ده مالوش معنى، اقول لك probably، بس البودكاست بتاعتي هو عمل اللي انا عايزه عادي. احنا اخطأنا معنا we should own اخطأنا، عشان هي اللي بتميك us who we are. سبب اخطأنا والتعلم منها بننضج وبيكون ناس virgins احسن مننا من نفسنا. يت مش ما نخليش الاخطاءنا تديفاين us، عشان احنا مش اخطأنا، مش عشان انا غلطت وعملت غلطة، مش عشان انا مثلا في خناقة عليت صوتي فبقى انا انسان عصبي وبدشمل الناس، او مش عشان ما عرفتش اقول الحقيقة، اتكسفت اقول الحقيقة مرة بقى انا انسان كذاب ومخادع مثلا. طالما مش باترن، طالما مش حاجة فيا وانا عارف اني بعملها وغلطة وبتيك اكونتبيلتي عليها في لحظتها، يبقى انا مش الغلطة، بالعكس هي بتخليني احسن. ابقى خلاص فهمت دي غلطة مش هكررها واتعلم منها. عمري ما اتعلمت حاجة الا honestly، ويمكن ده حاجة العندية فيا دايما. مثلا ماما تقول لي ما تعملش كذا عشان هي عارفة مثلا جربت من experience بتاعتها في الحياة، انا بقى عايز اعمله عشان حتى لو غلط انا محتاج اعمله ليا، انا محتاج انا اغلط الغلطة دي عشان افهم انا مين، عشان اتعلم منها. عشان في شوية حاجات مش بتتعلم بالبق، بتتعلم بالاكشنز. هنزل ركبتي عشان حاسس انها مغرية شوية، اني بس كنت مش مرتاح مش اكتر. بس الحلقة قربت تخلص 13 دقيقة، انا عايز افنش. عايز اقول شاوت اوت لحد كمان كريم، وانا كان بيتكلم من على البودكاست وكده ان هو بيتفرج على الحلقه which is by the way ان اصلا الناس بتتفرج على الحلقه من غير ما تقول لي ان في ناس بتتفرج على الحلقه ومتابعه، ممكن ابقى عارفها او ما اعرفهاش او مش قريبين قوي. دي حاجه منتهى الروعه بالنسبه لي. زمان كان فارق معايا ان هي تجيب فيوز كتيره وتشهر وبتاع، دلوقتي بقى فارق معايا اكتر ان انا اعمل حاجه لو فادت شخص واحد بس. واكتر حاجه تبسطني في الدنيا ان حد يجي يقول لي، حد مثلا اتكلمت معاه بقالي سنين، فكره بحب البودكاست بتاعتك، ده انا شرف ليا مش طبيعي. قال لي حاجه كنت بقول له يعني على البودكاست، انا بس الصراحه مطلع حاسس ان انا مش عارف انا بعمل ايه، حاسس بعمل اي حاجه وخلاص. في الحلقه الاخيره اللي هي انهي اللي كانت في اوضتي، اللي هي محدش هينقذك الا انت، قال لي isn't that the point من البودكاست، ان انت ما عندكش الاجابه وانك بتحاول. مش عارف ازاي انتهت عني. قلت له يا ابن اللعيبه ايوه، هو انت نورت حاجه في دماغي، ومن ساعتها حاسس ان انا هدو whatever. عايز اعمل بودكاست على البحر في دهب، يلا. هوقف حد اتصور معاه، يلا. who the fuck cares and why the fuck not, and the fucking sun is fucking burning me. شاوت اوت لكريم جدا على التفتيح العين. شكرا لاصحابي اللي بيتفرجوا في صمت ومن غير صمت. مش لازم تقولوا لي انتوا بتتفرجوا، يعني مش دي قصدي، ايا كان لو انتوا بتتفرجوا دلوقتي انا بحبكم، وفي ناس كتير بحبها، بس حب مش كل حاجه. #ديب مع الاسف، يعني حب مش كل حاجه، كان نفسي يكون كل حاجه جدا. فلو اي حد من الناس دي بيتفرج، اتمنى نلاقي حل وسط. اتمنى نبقى كويسين، اتمنى نلاقي
حاجة كده في الحياة ميدل جراوند. بس خلاص انا خلصت. شكرا اللي فرجته وسمعته، واشوفكم في الحلقة اللي جاية. هي يمكن تكون في الدهب يمكن لأ، في حلقتين جايين مع جاست متحمس لهم. ف نشوفكم الحلقة الجاية. ما مش عارف انهي دراع احسن. هل حد واخد باله ان انا بحاول امسك الدراع اللي مبين معضل المايك؟ اتمنى محدش يكون خد باله، بس انا كده اكسبوز نفسي فعادي، مش بخاف. باي باي.